يا خالق الراحة والأمان، وكلتك أمرنا واستودعتك همنا وكربنا، فبشرنا بما يفتح مداخيل الرضا والسعادة والطمأنينة في قلوبنا. اللهم اصرف عنا كل هم يشقينا، وارزقنا ما يريح قلوبنا ويرضينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد والتوفيق في القول والعمل. اللهم أنت الميسر وأنت المسهل، سهر أمورنا وحقق مطالبنا. اللهم لا تبتلين بمن نحب بعدا ولا حزنا ولا فقدا ولا مرضا. اللهم إنا نعوذ بك من عين تصيب القلب فتحزنه، والرزق فتنقصه، والبال فتتعبه، والنجاح فتفشله. اللهم أخرجنا من أشد الضيق إلى أوسع الفرج. اللهم اجعل عفوك عنا دائم، ورضاك علينا قائم، واجعلنا عن الذنوب نادمين، ولباب توبتك قائمين، وفي الشدة صابرين، وبقضائك راضين، وفي الرخاء شاكرين. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، ورزقا ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم افتح لنا بابك، ويسر لنا أسبابك، واصرف عنا عذابك، واجزنا جنتك وتوابك. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والصحة في أجسادنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم يا من بقدرتك خلقتنا، وبلطفك هديتنا، وبجميل سترك سترتنا، وفي أحسن صورة صورتنا، وفي خير أمة أخرجتنا. اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين، واجعل لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم أذهب عنا الحزن، وأزل عنا الهم، واطرد على نفوسنا القلق، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم أبعد عنا كثرة التفكير والقلق، وارزقنا راحة القلب والبال. ربنا حقق لنا ما صبرنا لأجله، وارزقنا سعادة في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل مني هذا الدعاء، ولكل من قال آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما تنسوش تكتبوا في التعاليق اللهم آمين أو صلاة على رسول الله. ولا كنتي أول مرة كتشوف القناة ما تنساش تابونا عندي وتخلي زر الجرس باش تبقى توصل بكل جديد، وما تنساش لي لايك ديالكم. إلى اللقاء.